غصبا عليك بعد البنية بعمر 9 سنوات لازم تزوجها، وإذا كنت شيعي ورحت للمحكمة غصبا عليك تطبق قوانين السنة، والزوجة ما إلها أي حق بالورث ولا الحق أن تطالب بالنفقة. هذا اللي روج له بعض المدعومين خارجيا لتشويه فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية، بينما بهذا القانون ماكو شيء اسمه إجبار البنية على الزواج بعمر 9 سنوات، وإنما هو التحديد لبداية عمر الزواج داخل المحكمة. سابقا كان بالقانون انه البنية اذا كان عمرها تحت 18 سنة ما يصير تسجل اسمها بالمحكمة وتسوي عقد زواج الا يكون عمرها فوق 18. يعني اذا كان عمرها 15 وتزوجت وصار عمرها 17 وطلقت راح تفقد كل حقوقها، لان ما عندها عقد محكمة، فلا نفقة ولا غايب ولا حاضر وكل شيء ما لها، وهذا أكبر ظلم لحقوق المرأة. فإجا القانون حتى يعدل هاي المعادلة وقال بأنه راح يكون تسجيل العقد مثل الشريعة الإسلامية اللي هو سن البلوغ 9 سنوات، لو 9 سنوات عمرها وتتزوج هم يسوي لها عقد حتى نضمن حقوقها وواجباتها. بعد أكو أجمل من هذا القانون؟ وجماعة ذيك الصفحة يقولون اللي موافق على القانون يقبل ينطيني أخته أو بنته بعمر 9 سنوات نتزوجها. وأسألكم نفس السؤال، كل نائب راح يصوت على تعديل قانون 57 راح اقول له تقبل نجي نخطب بنتك او حفيدتك اللي عمرها 9 سنين تعطينا اياها زوجة؟ الشغلة الثانية، هذا القانون ينطيك الحق بتنظيم احوالك الشخصية حسب دينك ومعتقدك، يعني الزواج، الطلاق، الرضاع، غيرها من هاي الامور حسب دينك انت، وهذا الشيء اللي جاي يرضى ذول العلمانيين. يعني اذا انت شيعي يردون يطبقون عليك القوانين اللي تخص السنة، مذهب ابو حنيفة مثلا، او يطبقون عليك فد مذهب اخر او ديانة اخرى، وهذا اكبر سلب للحقوق والحريات. وما اعتقد اذا انت كنت سني تقبل ان يحاكمونك وينطونك الحقوق على اساس المذهب الشيعي. هسه مو المسيح جاي يطبقون عليهم القانون مال الاحوال الشخصيه الخاص بالمسيح، ليش ما تعترضون عليهم؟ بس يدورون ورا الشيعة. شيعة لا ما يصير، شيعة ما يصير. فجاي نشوف هذول الممثلين جاي يروجون لافكار خاطئه عن هذا القانون حتى يقول لك بانه ترى القانون ينص على هذه النقاط، وهاي النقاط هي اللي تحكي بها القانون، فانت اذا توافق فانت يعني موافق على هاي الاشكاليات، ويحطوا لك فد نقاط معينه نهائيا ما موجوده بالقانون. المهم بقى الخيار يمكم، اما ان تمشون بكلام العلماء والمرجعيه ورجال الدين العظماء، او تمشون كلام جماعه شروب شروب شروب.